لو عندك أزمة ومعكش غير 10 جنيه في جيبك تعالى يا فقير يا ذليل يا عويل. اهلا بكم في ريفيو مع شوري، والنهارده ريفيو مايكل. هفهمك قصه المكان. هو اسمه مكرونه الازمه، بيقول لك ان هو عامل اسعار تقدر ان انت تبتدي بيها من اول الشهر لحد اخر الشهر، وعلشان كده جينا مكرونه الازمه. وما تنساش اديني قلبك، اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك خد قلبي. مكرونه الازمه، وهل يا ترى عامله ازمه فعلا والبلوجر كلهم عاملين مشاكل بسببها، ولا هتطلع اي كلام؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في حلقه النهارده، وانتظرونا مع منى الشاذلي. دخلت برامج قوي. عامل اسعار تقدر ان انت تبتدي بيها من اول الشهر لحد اخر الشهر. ليه من اول الشهر؟ عشان عنده طبق مكرونه من اول 9.75 لحد 90 جنيه. المكرونات عنده دي اغلى حاجه. وما ان اسمه مكرونه الازمه، فانا الصراحه عندي شويه ازمات. اولا انتوا ليه بتذلوا الناس؟ لو عندك ازمه ومعكش غير 10 جنيه في جيبك تعالى يا فقير يا ذليل يا عويل، تعالى كل عندنا طبق المكرونه ب 10 جنيه. يا عم انا الدنيا جايه عليا وجاي مكرونه الازمه عشان اكل عندكم المكرونه ام 10 جنيه. تديها لي ليه ب 20؟ اهي المكرونه عندهم ام 10 جنيه مكتوبه ب 19.76، يعني مش ب 10 جنيه زي ما هم بيقولوا. وده ليه بقى؟ قال لك لو عاوز تيجي تاكل مكرونه ب 10 جنيه كله بس اندور، يعني في المحل. طب يا عم انا عاوز اخده تيك اواي وامشي اروح بيتنا اكله وانا في العربيه. قال ممنوع، هتاخده ب 10 جنيه، هتاخده هو بس ب 20 جنيه. شكل الطبق تقريبا ال 10 جنيه الثانيه ثمن الباكنج، يعني الاطباق بتتغسل فبنرجع نشغلها تاني، لكن الطبق البلاستيك طلع ما ينفعش ارجعه لك يا فندم. المكرونه عندهم ب 9 جنيه 75 قرش. سالت قال لي اكتر حاجه لازم تعملها صح ان انت تقلب كويس. الصاجه حلوه انا تحفه. قبل ما نبدا خلينا افكركم ان الاكل اذواق والسمك صحاب مش طواجن. مايكل قال لنا ان الراجل قال له اهم حاجه في المكرونه ان انت تقلبها. طبعا معلومه جديده علينا كلنا ان احنا نقلب المكرونه، فتعالى ناخد التقليبه علشان لو محدش بيعرف يقلبها. يعني قلبنا وخلصنا ناكل بقى. بسم الله. لا الصلصه دي جامده قوي، دي محتاجه ايه؟ معلقه تاني وبتقليبه برضه علشان مايكل ما يزعلش. بسم الله. صراحه الطبق الصغير يستاهل، ولكن الناس اللي عندهم ازمه وتاخر الشهر لو ناوي تاخد الطبق وتطلع بيه بره، اعمل حسابك في 20 جنيه مش في 10 جنيه. وتعالى نخش على اللي بعده. طالعين المكرونه فعاملين ورقه المدلعه فيها سجق ولحمه وبصل وبطاطس. ورقه المدلعه، ودي ثمنها 79 جنيه. نصها سجق ونصها لحمه، فتعالوا نجرب اللحمه الاول. ولكن مايكل عودنا على ايه؟ ها صح، برافو عليكم. قبل ما ناكل حاجه نقلبها. يلا. اهم حاجه في المكرونه تقليبه المكرونه. معلش اللحمه قليله شويه فوق الوش، ولكن تعالوا ندوق الطعم. بسم الله. عاديه جدا، مش حاسس باي اندهاش. طعم اللحمه قليل اصلا، يعني انا مش لاقيه تقريبا في الطبق. انا عرفت دلوقتي هو ليه بيقول قلب كويس، عشان بيطلع لنا حاجات من تحت غريبه واحنا بنقلب. هنا زي ما قال لي في بطاطس، هي بس مجهده شويه يعني، ولكن في بطاطس. ندوقها. بسم الله. نخش في السجق، نسيبنا من البطاطس كاننا ما شفناهاش. معلقه ما فيهاش ولا كلمه، مكرونايه مع سجقايه مع حته فلفل خطيره. الفلفل وقع. استنى اخدها تاني. بسم الله. يعني لو هطلب المكرونه بالسجق ولا باللحمه؟ لا، هطلبها بالسجق بس. تعالوا نخش في اللي بعده بقى. الفاشنكاح عندهم واخده لحمه مفرومه وسجق وفراخ وحجمها كبير جدا. بقى باللحمه، دوت بالفراخ، دوت بالسجق، دوت باللحمه المفرومه. اللي باللحمه المفرومه تحفه. نخش في اللي بعده. قال هو الفاشنكاح، وده سعره 89 جنيه. بقى الفاشنكاح متقسم قدامنا على 3 حاجات: سجق، فراخ، لحمه. سامعين الشكمان؟ عارف هتبقوا سامعين الصوت ولا لا؟ بس اللي قاعد في شيراتون هيبقى عارف. يعني انا في شارع البحر دلوقتي، فالعربيات هنا. طبعا احنا لسه مجربين اللحمه والسجق في الطبق اللي قبله، فتعالى نجرب هنا الفراخ. وطبعا اهم حاجه قبل ما ندوق ايه؟ لا بتنسوا كده مايكل يزعل. نقلب المكرونه اهو نقلب المكرونه ونطلع بمعلقه حلوه. بسم الله. الفراخ طعمها حلو قوي. يلا حبايب قلبي، خدوا فراخ اهي. خد. مين بيحب السجق ومين بيحب اللحمه؟ قولوا لي بقى الفراخ اندر ريتد ولا اوفر ريتد؟ مساء الفل يا حبايبي. بالترتيب بقى اقول لكم احلى حاجه في الطبق ده. اللحمه عاديه جدا، السجق متوسطه، الفراخ احلى حاجه. تعالوا نخش على اللي بعده. ده الفته عندهم بتكون عباره عن المكرونه والصلصه بتاعتهم بالفراخ والعيش هم عاملينه. قال لي اهم حاجه التقليب. رشه السمنه البلدي المحطوطه على الوش اللي ممونين بيها المكرونه حكايه. واخر حاجه معانا هي الفتوته لحمه، وثمنها 55 جنيه.
فيها عيش صاج كده، حاسس ان هو كريسبي شويه، فتعالوا ندوقه لوحده. بسم الله. مرمي عليه شويه بهارات طعمهم جامد. وكالعاده لازم نعمل ايه؟ مش هقول لكم، قولوا انتوا في الكومنتات لازم نعمل ايه. بسم الله. للاسف اللحمه مش عجباني خالص، وكان قايل ان كلهم متمونين بالسمنه البلدي. انا الصراحه مش حاسس طعمها. ودي كانت تجربتنا النهارده في مكرونه الازمه. المكرونه لوحدها طعمها حلو، الصلصه مسكره فعلا وطعمها جامد، ولكن باقي الاضافات مش عجباني. الحاجه الوحيده اللي عجبتني فيهم هي الفراخ. فما تنسوش تعملوا منشن لاصحابكم اللي هتيجوا تجربوا معاهم المكرونه ديت، وتعملوا طبعا لايك للفيديو، وتقولوا لي في الكومنتات تحبوا الريفيو الجاي عن مين وفين. وكالعاده لو محدش حل يومكم النهارده وقال لكم ان هو بيحبكم، فانا بحبكم. لسنا الوحيد لكننا الافضل، لكننا الافضل، لسنا الوحيد لكننا الافضل، لكننا الافضل.